وعاد لنا ليغمرنا تحيات وعرفانا. ألا حييت من عيد أتانا بعدما بانا، أتانا وهو مبتهج يزف الأنس ألوانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير، كل عام وقلوبكم مليانة حب وسلام وسعادة. أرحب فيكم في لقائي الأول. لقائي هذا راح أحكي فيه بعض من ذكريات العيد وقصصه. يمكن قصصنا في الحياة تكون متشابهة، لكن اللي أنا واثقة منه إنه العيد كان فيه تشابه أكتر، على الأقل بيننا إحنا الأطفال. قررت أجرب وأشوف هل كلامي صح ولا لا، فبالتالي راح أحكي لكم صور من العيد ما تفارق خيالي أبدا، وأعتقد إنه كمان ما بتفارق خيال كل طفل عاش في ذيك اللحظة. صور حقيقي لما أتخيلها أو تمر بخيالي بشعر بالابتسامة، أو بأشوف الابتسامة من غير مراية، بأشوف الابتسامة من داخل قلبي. خلونا نبدأ، بس ممكن تبتسموا كده قبل ما نبدأ؟ تمام. أول ذكرى استوعبتها للعيد كانت في مدينة جدة. مدينة جدة الجميلة، جميلة بناسها وعاداتها. لو خريطة جدة على جوجل قدامي راح أطلب منه ياخذني لواحد من الأحياء القديمة في جدة، حي بسيط وهادئ. كنت أشعر إني أملك الدنيا وما فيها لما أمشي في شوارع هذا الحي وأنا ماسكة يد الوالد الله يغفر له ويرحمه. طبعا ليلة العيد طبيعي جدا نسمع صوت الضرب على السجاد. كانت هذه الطريقة المثلى عشان نتنفض عنه التراب ويتغطى جسم اللي بيضرب السجاد بالغبار، يعني السجاد ينظف والآدمي يتغبر. يعني معلش عذرا نسيت أقول لكم إن أنا بتكلم عن فترة السبعينات والثمانينات، اللي زي ما يسموه أو يحلى لهم إن هم يسموه أيام الطيبين. إحنا الأطفال ما لنا علاقة طبعا بالسجاد وضرب السجاد، هذا الشغل بيسووه الأهالي عادة. تجمعنا علاقة واحدة بهذا الصوت، إنه هو يعتبر بالنسبة لنا التقويم حقنا. كيف يعني؟ خلينا أقول لكم. يعني لو إنه مكتوب الآن في التقويم حقة رمضان إنه يوم 25 رمضان وسمعنا ضرب السجاد، فإحنا هنصدق ضرب السجاد إنه باقي يومين على العيد وما هنصدق التقويم. كده تربينا، كده تعودنا إنه الناس تبدأ قبلها بيومين 3 بالكثير، وأحيانا في بعضهم ليلة العيد نفسها بيقوموا بهذه المهمة. المهم إنه هو مؤشر، بس مؤشر لطيف وخفيف وظريف بالنسبة لنا في وقتنا. شوفوا مؤشرات الأطفال الآن للعيد، يعني حقيقي تحفة، حقيقي الله يعين. مؤشرات الأطفال الآن الصغار ما أعرف من بدأ معاهم ذا الكلام، هو في التسعينات، هو في الألفية الثانية. حقيقي معيارهم أو تقويمهم يختلف. كيف؟ لما بده يسألك متى يجي العيد، جاوبوني، كيف بيسألوا الأطفال؟ كيف بيعرفوا إنه متى يجي العيد؟ إيش يجي في بالكم؟ سؤالهم متى يجي العيد أو الإجابة عليه حقيقي ولا الكاشير حقة السوبر ماركت ما يقدر يلحق يكتبه. كيف؟ يقول لك لما لو قلت له باقي 3 أيام حبيبي ويجي العيد، يسألك يقول لك يعني ننام ونصحى ننام ويفضل يكرر في النام ونصحى زي ما قلت لكم كأنها فاتورة سوبر ماركت. طب وبعدين ننام ونصحى هذه المكررة كثير، بعد يومين بالضبط هو يجيكي يقول لك خلصت، يعني خلاص ننام ونصحى، جاء العيد ولا ما جاء العيد. هذا معيارهم، هذا التقويم تبعهم. فأعتقد إنه تقويمنا إحنا كان يعني أسهل، ضرب السجاد خلاص باقي ليلتين على العيد. طب إيش معنى إنه باقي ليلتين على العيد؟ يعني مؤشر بهجة وسعادة لنا إحنا كأطفال. ليه؟ لأني راح ألبس فستان العيد طبعا، ويجي صباح العيد وبتفاصيله الجميلة. وأخيرا أقدر أعتبر إنه فستان العيد صار ملكي، لأنه الأول أعتقد إنه كان ملكي مع وقف التنفيذ، لأنه كل ما أطلع الفستان من الدولاب وألبسه فعلي أن أنا أرجعه مرة ثانية. فيوم ما يجي العيد حيكون حقيقي المرة 50 بعد 16 اللي راح ألبسه فيها من غير ما أمي تخاصمني. فصور محفورة في الذاكرة مع مشاعرها الجميلة. العيد مبتسما يحيي اليوم أوطانا، وعاد لنا ليغمرنا تحيات وعرفانا. ألا حييت من عيد أتانا بعدما بانا، أتانا وهو مبتهج
يزف الأنس طبعا فستان العيد ألوانا. كان يمر بمراحل. الأول هو حبيس الدولاب، زي ما قلنا ملكي مع وقف التنفيذ، حتى تأتي ليلة الموافق من العيد. ما أعرف كيف ليلة الموافق من العيد، بس هي كذا. فيخرج برا الدولاب ويتعلق برا، خلاص استعدادا إن أنا ألبسه بكرة في الصباح. وتحت الفستان الجميل المتأنق هذا المعلق، تحته طبعا الله يكرمكم الجزمة. وما ننسى القطعة المهمة في الكلام ذا كله، خزنة البنات، قصد الشنطة هذه طبعا ما تتخيلوا، ممكن لون الفستان يكون أصفر ولون الشنطة أخضر براحة تامة. ما في علاقة ما بين لون الفستان، ما بين الشنطة، ما بين الجزمة، الله يكرمكم ما في علاقة. ممكن البنت تمشي وهي عاملة قوس المطر فعادي، وهي مبسوطة ومامتها مبسوطة وكل من يشوفها مبسوط. ما كان بيفرق معانا حقيقي في زمننا، ما كان يفرق معانا انه ذا مشتري، ما حد بيسأل التاني فيما اعتقد وفيما اذكر انه من فين، لانه اصلا كان واحد، يعني شارع واحد، او يعني اقصد سوق واحد. فالاساس كان عندنا سوق واحد بس، مش اكتر من كذا او اثنين يعني. فالاشهر ان احنا بنشتري من شارع قابل، او يعني المحلات اللي مشهورة في ذاك الزمان. فما حد بيسأل التاني من فين، بنستمتع بمناظر بعضنا وفرحانين. وكمان هذه الفرحة تتنقل لما احنا نشوف أصحابنا في الحي أو في الحارة بالأصح وهم لابسين الجديد. ما يهمنا ماركة، ما نعرف أصلا كلمة ماركة أو براند، المهم إنه هو جديد، والفرحة إنه هو جديد وبس، مو أكثر من كذا. بكم ما يعنينا، المهم إنه هو الفستان الجديد اللي كان في الدولاب ولبسناه من يوم ما اشتريناه 50 مرة بعد 16 وجاء وقته ولبسناه. طيب نكمل صباح العيد. الفستان دحين معلق وتحته الشوز الله يكرمكم الجزمة والشنطة. لما يجي دوري في الاستحمام الصباح، هذا كانت أحلى لحظة وأحلى نغمة أسمعها من أمي الله يغفر لها لما تقول مريم ادخل استحمي بسرعة. أعتقد أنه كل الأطفال كانوا يخرجوا ذاك اليوم بسرعة من الحمام. أكيد كيف لا، العيد جاء. فكنت أخلص فيما أظن وفيما أتذكر نص الصابونة في الاستحمام، وبعد كده نبدأ طبعا دورنا في تسريح الشعر. عادة الأخت الكبيرة هي اللي تتولى تسريحة الشعر للصغيرة، هي تسريحتين 3 في ذاك الزمان، يا ضفيرتين، ما في أكثر من كذا. كلنا كنا بهذه الطريقة صحيح. طيب وبعدين إيش كمان من الصور في ذاك الصباح الجميل عندنا؟ يعني حقيقي أنا مبسوطة جدا وأنا بحكي وحاسة بتفاصيله، وأشوف صورتي وأنا طفلة ومعايا أخواني وإحنا في صباح العيد، والحركة الدؤوبة في البيت والجميلة والفرحة والسعادة والطاقة الإيجابية العالية جدا في ذاك الصباح. دور الأم كانت إن هي تحضر الإفطار التقليدي. طبعا إحنا يعني كان إفطارنا التقليدي حقيقة لقيمات، وكانت في فطاير ماني فاكرة اسمها حقيقة، لكن هي تشبه القطايف، خلاص احفظوها كده، كانت فطاير تشبه القطايف. يمكن البعض حيسمعني ويعرفني. إضافة طبعا للتعتيمة، هذا شيء ما كان مميز، الكل عنده التعتيمة. طبعا حاولت أتجاوز مشهد البكاء عند تمشيط الشعر اللي نتعرض له عشان ما تزعل الأخت الكبيرة. فشكرا لكل أخت كبيرة في ذاك الزمان اللي كانت بتتولى تسريحة الشعر مع الشد. هي قصدها خير، قصدها إيجابي، إنه لا نروح نعايد وبعدين يتنكش. فكانت تشد قد ما تقدر، حس إنه بصيلات الشعر كانت تطلع برا، وما كان يهمها حتى الدموع عشان حرصا إنه صورتنا قدام الناس مع الفستان الجميل تكون متأنقة. فيعني هذا كان وصفنا. ما قدرت أتجاوزها، يعني تجاوزتها لكن رجعت لها مرة تانية بعد الفستان المتعلق عشان خاطر أحس ضميري أنبني، بدي أحكيكم الصورة كاملة زي ما أنا كده فاكرتها في ذاكرتي. هذا المشهد أبغى أسميه مشهد ماكنتوش. فاكرين شوكولاتة ماكنتوش؟ موجودة طبعا إلى الآن. كانت في لحظات معينة إحنا عارفينها في ذاك الجيل كأطفال، بنروح نتسلل للمجلس اللي هو الآن نسميه صالون، نتسلل عشان ناخد من شوكولاتة ماكنتوش تحديدا. مبتسما يحيي اليوم أوطانا، وعاد لنا ليغمرنا تحيات وعرفانا. ألا حييت من عيد أتانا بعدما بانا، أتانا وهو مبتهج يزف الأنس ألوانا. لكن ما أتذكر متى، ذكروني
هو والسجاد بينضرب، قدنا مشتريين خلاص شوكولاتة ماكنتوش، ولا وقت ما الوالدة بتكون بترتبنا الاستحمام، ولا وقت الناس وهي نايمة بعد ما رجعت من صلاة العيد، ما أعرف متى، بس كان في تايم كذا إحنا ذاك الجيل الأطفال حافظينه تماما، نقدر نتسلل للصالون تبعنا وناخد من شوكولاتة ماكنتوش اللي كنا مرة نحبها. كان في شوكولاتة ثانية بس أعتقد إنه الأشهر كانت ماكنتوش، فعشان ناخد منها، وكل واحد يعني مننا كل طفل كان عنده يعني نوع معين بيحبه، اللي يقول لك أنا أحب الصفر، اللي يقول لك أحب الموف أو الشوكولاتة الطويلة، إنسان هلوم جرب، كل واحد عنده شيء اللي بيفضله. طيب لو تذكرتوا متى كان هذا الوقت، وقت التسلل، اكتبوا لي في التعليقات يا جيل الثمانينات، أو راسلوني يعني قولوا لي متى هذا كان وقت التسلل تبعنا، تسلل ماكنتوش. نرجع للفطور اللي خلصنا وبسرعة كمان. عارفين ليش؟ عشان عيدنا جاء، نبدأ الزيارات والمراجيح، وبالتالي إحنا الأطفال ما يهمنا الفطور كتير، لكن نضطر ناكل عشان خاطر كان هم دايما الأم إنه تقول لك الطفل لازم يخرج وهو شبعان، لا يروح بيت الناس ويقول أنا جوعان، أو يهمس للأخت الكبيرة معاه اللي أقصد الأكبر منه، أو للوالد اللي معاه أيا ما كان إنه أنا جوعان، فلازم إنه هو يأكل تمام ويخرج من البيت، وعشان كمان لا يحصل له أي مثلا خمول ولا دوخة ولا يعني المهم يعني تفكير الأمهات. فكنا لازم ناكل، وكانت ضريبة إن إحنا ناكل تمام قبل ما نخرج ونبدأ زيارات العيد. حقيقة الآن إحنا مستعدين نطلع لأول زيارة في ذاك الصباح الجميل، صباح العيد. أتذكر الضحكات الصغيرة اللي أحس إن أنا يعني أخفيها كده. عارفين كيف الواحد لما يحس بشعور إنه مبسوط جدا جدا، وزي ما يقول الأرض مو شايلته من السعادة؟ هذا الشعور بيجيني متى؟ لما أوقف قدام المراية وأنا لابسة فستان العيد. حقيقي كان هذا شعوري. وطبعا لازم ناخد اللفة اللي هي البرمة الخطيرة حقتنا، والفستان كده يطير شوية. ما أدري إيش يحسسنا، ما أدري كيف إيش يعني ليش بنعمل هذه الحركة، وإيش اللي نشعر به لما كنا نعمل هذه الحركة، لكنها براءة مو فطرة سليمة، نعتبرها كده. قدرت أوصل لكم الفرحة هذه أو الشعور تبعنا وإحنا لابسين الفستان وأخذين البرمة الأخيرة قبل ما نخرج ناخد شنطتنا ونخرج مع الوالد للزيارات. حقيقة كانت فرحة جميلة وسعادة ما تنوصف. فالحمد لله، شكرا يا رب، الحمد لله على نعمة الإسلام. طيب لبست وجهزت وخرج زي ما قلنا، وخزنتي معايا، والوالد خلاص أخذنا عشان خاطر نحن نبدأ أول بيت ونروح. أحيانا يقرر إنه هو ياخدنا للمراجيح، مراجيح العيدروس أو غيرها، في غيرها، هو كان مراجيح العيدروس بس. طيب فنروح للمراجيح عشان خاطر نلعب وبعدين الزيارات، لكن غالبا 99% إنه إحنا بنروح الزيارات الأول. إلى هنا حوقف وتسمعوني في اللقاء الجاي بقية الحكاية من ذكريات العيد. راح أحكيكم في اللقاء الجاي إيش الشيء اللي إحنا كأطفال، أنا عن نفسي كطفلة كنت أخاف إنه يقدمون إياه في الزيارات. يعني لما أروح الزيارات إيش الشيء اللي كنت أخاف يقدمون إياه كضيافة. يعني حقيقي كنت أتمنى يكون في جوجل في زماني عشان يدلنا على البيوت اللي كانت تقدم لنا هذه الضيافة وما أروح لها، والله مستغني عن عيديتهم بس ما أشرب اللي كانوا بيقدموا لنا. حكيكم الكلام هذا إن شاء الله في اللقاء القادم. أنتوا قولوا، حذروا يا كلكم، مو جيل الثمانينات، عليكت أنا مع جيل الثمانينات، كلكم حذروا، اسألوا اللي أكبر منكم في السن إيش ما كان سنكم بتسمعوني، حذروا إيش الشيء اللي إحنا كنا ما نحب نشربه كأطفال في جيل الثمانينات، وإيش كانت ضيافتهم الغالب عليها. كان في فهمتوا، لكن مو هو المقصود أكيد، ما حنخاف من فهمتوا. فكروا واتركوا لي تعليقاتكم وشاركوني. استودعتكم الله، والقاكم ان شاء الله في ذكريات جديده وصور ومشاهد رائعه وجميله ان شاء الله عن عيدنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يزف الأنس ألوانا، ألا حييت من عيد أتانا بعدما بانا، أتانا وهو مبتهج يزف الأنس ألوانا.